السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى على النبي يا جماعة. أنا عايزة أقول لكم النهاردة ليه رضا منحاز لمدام عبير وعايز يتراضى مع هناء، ومكلم قناة نقد كمان عشان يصالحهم على بعض. هقول لكم كل حاجة. أول حاجة بنتكلم بقى على ماما سحورة. ماما سحورة يا جماعة، حتى الصورة المصغرة اللي أنا شفتها قعدت أضحك عليها، اللي المدافع بتاعها والرشاشات والمسدسات بتاعها هتنفجر في المتابعين. طب ليه يا امهات؟ كله هيقول لك طب ليه يا ام رنا هي مش قصدها. اقول لكم لا يا جماعه، هي قصدها عشان المشاهدات. ما يصحش انت تلاقي مدافع عاليه كده قدام، عاليه وانتوا شايفينها، والمسدسات اللي قدام بتاعها دي ما تلبس معلش وتحطها كده. قبل كده برضك اتعمدت وبنتها سماح خلتها برضك تعمل روتين اللي هي بتفرش السرير وانتوا كلكم عارفين، وقاعدة برضك موطية وتوطي وتعمل عشان المشاهدات، وهي غلط. وكل قنواتك النقد اتكلمت في الموضوع ده، مصرية في باريس وكله قنوات النقد قالوا لها ما يصح الست كبيرة توطي وتعمل للمشاهدات، وانت ست كبيرة وتبين لنا الأنبولة زي ما انتوا شايفين. غلط كده. وهي كانت قاصدة وقاعدة بقى يدعوا التسول طول عمرهم، هي وبنتها بتدعي التسول بالرغم اللي مشاهداتها أكتر من سمر. يعني زي ما انتوا شايفين ما شاء الله أكتر من سمر. والمدافع كمان لقيت الفيديو بتاعها بتاع المدافع ده، صمم مدام سمر اللي بتتعب وتعمل يا جماعة، لقيتها هي بتعملش حاجة خالص، ولقيتها المشاهدات عليها لأن بعض الرجال والشباب برضك بيتفرجوا على المناظر دي اللي هي مثلا كده. طب ليه يا ماما سحورة انت واحدة كبيرة في السن؟ لا يا مثلا الدفوات بتاعها من قدام كبيرة يا جماعة، تلبس حقتها، تلبس طرحة من قدام تبين برضك تستر نفسها. ربنا مش قال كده؟ مش قال عباية ضيقة وبين من قدام والكلام ده؟ هو ربنا قال كده يا جماعة؟ ربنا قال كده؟ ربنا هو الإسلام والواحدة المؤمنة المسلمة تبين نفسها كده؟ تبين اللي هي كده؟ والله العظيم تتكسف من نفسها. ده المفروض تداري نفسها وتلبس حاجة واسعة وتلبس طرحة طويلة، أو حتى تصور بالخمار زي مثلا منوعات ريفية الست المحترمة اللي على طول لابسة خمار، وهي بالرغم اللي هي يعني جسمها مش زيها كمان ولا لها الدفوات بتاعها. يبقى احنا لازم يا جماعة تلبس حتى خمار وتصور به، مش تعمل الصورة زي ما انتوا هوريها لكم، هتشوفوها دلوقتي وتشوفوها الصورة بتاعها كده اللي هي على بره الغلاف. انا حطاها صورة مصغرة لعلمكم بره، برضك هحطها بره كده زي ما انتوا شايفينها بره كده. يعني عيب يا ماما سحورة. لازم ويعني لازم يعني تتحجب. لازم يا جماعة تتحجب وتستر نفسها، لازم تستر نفسها. عيب كده. مش عشان المشاهدات. انت عملت زي قنوات الروتينات بالظبط، انت عملت زيهم، بتبيني نفسك حتى في التصوير. الدفوهات المسدسات والمدافع بتاعك وانت موطيه كده، ابنك معامل عليها، مسلط عليها، عالدولة مسلط عليها يا سحورة، وانت عارفة كده. وربنا مش هيبارك لك ان شاء الله، لان قصدك كده في المال اللي انت هتطلعيه والارباح اللي انت هتطلعها من القنوات، وعايزه اقول لك كده وتستري نفسك. نيجي بقى يا جماعه لمغتربه. طبعا احنا طب اتسالوا كده، كلكم تتسالوا ليه مدام هناء مسكت عبير؟ عشان ايه؟ عشان ايه مسكتها؟ عشان ايه؟ قولوا له كده، عشان ايه مسكتها؟ لا عشان مسكتها لانها هي اللي جوزت رضا. لانها يا جماعه انا والله العظيم زي ما انا قلت لكم قبل كده، وهقول في كل الفيديو، انا جيران رضا قالوا لي هو اتجوز ونزل اتجوز واحده مش محجبه وما نعرفش جنسيتها ايطاليه، هم قالوا ايطاليه، ما يعرفوش بقى اللي هي اسبانيه. هم قالوا ايطاليه، وقالوا ما اتكلمناش معاه عشان هم كان بياخدها من العربيه على الباب على طول، ما نعرفش بيتكلم عربي ولا ما بيتكلمش عربي. طلع بعدها رضا جه، وهم زي ما انا قلت لكم اتفاهم مع مدام هناء لان مش عايز هيطلع بلاويها. زي ما مدام عبير قالت جزء منها مش عايزين يطلعوا بقيه الفضايح وبقيه الكذب اللي هي بتكذبه. عملوا نفسهم بالود كده وخلاص، وده يا استاذ رضا وهنرجع ولا هيرجع ولا حاجه عشان برضك الفيديوهات
وما يبينوش للناس اللي هم على خلاف. بس محمد، بس يا محمد، هو الخلافات اللي بينهم، عشان الخلافات اللي بينهم يا جماعة، عشان ما يبينوش للناس صورة وحشة عليهم، وهم كده، دي هتقول وهو هيقول والكلام ده. قالوا طب هي اما رجعت له احنا ما شفناش رضا خالص، ما شفناش رضا خالص. ده انا بشك كمان اللي هو، ما اعرفش، انا بشك اللي هو هو في فرنسا ولا ايه يا جماعه، انا ما اعرفش هو جه ولا ايه، ما اعرفش. انا بشك، انا مش عارفه اللي هو جه يكمل الطلاق ولا يعمل ايه، عشان هو قال لك هعمل مشاريع في شرم والغردقه. طب هو يعني هو ما شفناهوش خالص قعدوا مع بعض ولا اتكلموا مع بعض ولا هيعملوا. وحتى لو هم هيعملوا وهيجوا مع بعض يصوروا فيديو 10 دقايق كده، لكن خلاص عمره ما هيرجع لها. عبير مش هتقبل اللي هو يرجع لها تاني، مش هيقبل اللي هو يرجع لها تاني. وهي ماسكة يا عبير، واحدة أكلتك معاها عيش وملح وفتحت لك بيتها وفسحتك وعملت لك فيديوهات طول النهار، تصوري تصوري تصوري، والآخر تعملي بها تغدري بها وتتكلمي عليها ليه وتطلع أسرار بيتها ليه؟ ما هي قالت على جوزها الله أكبر عنده كانسر مثانة، فهموها بقى. يعني ما كانسر مثانة يعني خلاص، وهو كان مسيحي وهي أسلمت. طب ازاي هتعيش معاه بقى تاني وهي بعد ما أسلمت هتتجوز هتقعد مع واحد مسيحي ليه؟ تاني حاجة اللي هو يا ربنا يشفي يا رب، ويشفي كل مريض عنده، يشفي مريض كل مريض يا رب كانسر المثانة. يبقى هي محتاجة الراجل بردك وهي لسه صغيرة في السن. يبقى عشان تعرفوا اللي هو رضا اتجوز عبير وحكت له مشكلتها واتجوزها. عشان كده، عشان كده انا قلت لكم، ودي الحقيقة اللي مش هتعرفوها من عند اي قناة، مش هتعرفوها من عند اي قناة زي ما انا قلت لكم. عايزين نعرف بقى الداعية الله اكبر اللي هي بقى بتقعد تقرا، ما عايزة اوجه لها كلمة، اللي انت يا داعية يا اسلامية اللي قاعدة بتدعي يا كذابة، ما تقعديش تدعي على ناس بالسرطان. عشان اعرف ناس برضك بيدعوا على ناس بالسرطان هم اللي بيجولهم سرطان. ما تدعيش على حد. يعني هي ذات نفسها مدام عبير بتقول لك اما يجي تعليقات سلبيه يلاقوا يجي لهم الله اكبر سرطان إله. ما تدعيش على حد بالسرطان يا داعيه يا اسلاميه، يا اللي بتقعدوا تقولوا حقي وحقي والكلام وباخد حقي وقال الله وقال الرسول، حرام عليك تدعي لهم. اللي بيدعي المرض بيعمل عليه، حرام عليك تدعي على حد. اللي يظلم حد يا جماعه حتى لو انتوا ظالمين قولوا منك لله او حسبي الله ونعم الوكيل، دي كلمة والله العظيم بيهتز بها عرش السماء. ده اللي انا عايزة اقوله لكم، بلاش تدعي، بلاش دوية، دي الحقيقة. وعشان كده وهم هيوصلوها بردك اللي هم هيحلوها ودي. وممكن بردك رضا يقنع مدام عبير اللي هي هتتصالح معاها، عشان خاطر رضا ممكن عبير هتتصالح معاه عشان ما يفضحوش بعض على اليوتيوب ويستمروا في فيديوهاتهم. هم كفاية بيعملوا ده فيديو بيكسب وده فيديو بنكسب وده بنصالح وده صالحنا وده رجعت لها وده رجعت لها. ما هي مصلحة بردك لمدام عبير اللي جوزها هيعمل فيديوهات تكسبه وله ولولاده، ومش هياخد منها فلوس ولا الكلام ده. ومصلحة للتانية اللي هي كده وخلاص، ومش هيطلع أسرارها ولا هيقول أكاذيبها اللي بعد كده. وهي دي الحياة. وانتظروني بقى في الأحد في معلومات تانية إن شاء الله. وما تنسوش بقى اللايك يا حبايبي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.